طيب ايه بقى حكاية خط الصعيد وايه اللي حول محمد منصور من ولد فقير على قد حاله لمجرم ومطارد من مطاريد الجبل؟ الحكاية باختصار ان محمد منصور كان قاعد مرة بيصطاد، فجه ابن شيخ الغفر بتاع القرية بتاعتهم اللي هي قرية درونكا، وقعد يلعب في السمك. ليه وليه بقى الولد يلعب في السمك اللي منصور اصطاده علشان يسترزق منه؟ قام زعق للولد وقال له امشي يلا من هنا، السمك ده الأكل العيش مش للعب. قام الواد جري وراح اشتكى لباباه فورا. طبعا باباه ما كدبش خبر وقال ايه بقى ابن شيخ الغفر يزعق له حتة عيل ما يسواش حاجة، وراح على محمد منصور واداله حتة قلم. طبعا محمد منصور ساب عليه نفسه وقرر انه لازم ياخد حقه. فعمل ايه بقى محمد منصور؟ قتل ابن شيخ الغفر. والله قتله. طبعا شيخ الغفر مسكتش وقال انا لازما ولابد اخد طاري وطار ابني.